السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي، النهارده ميعادنا مع فيديو الحل. عايزك تركز معايا قوي 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 في الأسئلة، وركز لو في أي جزئية مش فاهمها ارجع لفيديوهات الشرح من تاني، وطبعا ما تنساش اللايك والكومنت بتاعك والاشتراك عشان نكمل وربنا يعوضنا بإذن الله خير عن التعب ده. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف فيديو الحل بيقول إيه وإيه أهم الأسئلة. يلا بينا بسم الله. قال لك تنقسم منابع نهر النيل لنوعين، احنا قلنا نوعين في فيديوهات الشرح. قال لك اول حاجه المنبع الدائم، يبقى انا عندي منبع دائم وعندي منبع موسمي. طب جميل. قال لك يعد نهر النيل نهر ايه؟ نهر دولي بيمر في 11 دوله. تقع المنابع الموسميه لنهر النيل، خلي بالك ده بيقول لك منبع موسمي على هضبه الحبشه. جميل. قال لك قامت مصر بإنشاء خزان على النيل. قال لك عندنا خزان سينار وكان موجود في دولة السودان. قامت حضارة الكوش في دولة إيه؟ هنقول له كده قامت في دولة السودان. كانت من أشهر صادرات حضارة أكسوم معدن الذهب. طب جميل جدا. قال لك عندنا يطلق على المساحة التي يجري فيها النهر وروافده يقصد بها حوض النهر. طب جميل، تعال نكمل. قال لك تقع منابع النيل تقع منابع النيل الاستوائيه في قاره افريقيا. بيقول لك النيل الاستوائيه اللي هي هضبه البحيرات الاستوائيه اللي هي المنابع الدايمه موجوده في وسط قاره افريقيا. قامت حضاره في تونس حاليا حضاره قرطاجه، وخلي بالك دي حضاره ايه؟ دي حضاره تجاريه. يعتبر نهر ايه؟ منبع موسمي لنهر النيل. منبع موسمي، ما تقوليش كاجيرا، ما تقوليش الزمبيزي، ما تقوليش النيجر، هنقول له نهر عطبرة. من المشروعات التي قامت مصر بإنشائها في أوغندا لتحقيق التنمية المستدامة. هل هو خزان سينار، أسوان، سد جبل أولياء، ولا سد أوين؟ هو بيقول لك في دولة أوغندا، يبقى على طول سد أوين. حلو الكلام. تعال نشوف صح ولا غلط. تتسم المنابع الدائمة لنهر النيل بالفيضان وزيادة التبخر بسبب الموقع الفلكي. طبعا هو قال لك زيادة التبخر هنقوله بسبب الموقع الفلكي. ايوه. قال لك تنحدر مياه النيل من شمال افريقيا للجنوب. ميه نهر النيل ماشيه من الشمال للجنوب، غلط، دي من الجنوب للشمال، المنبع من الجنوب والمصب في الشمال. قامت مصر بانشاء مركز البحوث المائيه في تنزانيا تحقيقا لمفهوم الاقتصاد الاخضر. ايوه. قال لك تعد هضبه الحبشه المنبع الموسمي لنهر النيل. ايوه. قال لك هناك علاقه بين استقرار حياه المصري القديم ونهر النيل. ايوه، نهر النيل عرفني الزراعه والزراعه عرفتني الاستقرار. حلو الكلام، يبقى الاجابه صح. قال لك سيطرت حضاره اكسوم بحكم موقعها الجغرافي على منابع النيل الموسميه. سيطرت حضاره اكسوم بحكم موقعها الجغرافي على منابع النيل الموسميه. ايوه، حضاره اكسوم يقصد بها حضاره اثيوبيا. اخذ الكوشيين من الحضاره المصريه القديمه بعض المعبودات زي رع وامون وايزيس واوزوريس. الاجابه صح. طب تعال نكمل. قال لك بما تفسر يعد نهر النيل نهر دولي. هنقول له كده لانه بيمر في 11 دوله. طب حلو الكلام. تعال نكمل. قال لك قله مياه المنابع الاستوائيه لنهر النيل طوال العام. ليه مياه المنابع الاستوائيه قليله؟ هنقول له بسبب كثره وجود المستنقعات. يبقى بسبب كثرة وجود المستنقعات وكمان زيادة معدلات التبخر. حلو الكلام. قال لك تأسيس الفينيقيين مدينة قرطاجة على البحر المتوسط. ليه الفينيقيين عملوا مدينة قرطاجة؟ هنقول له كده لحماية الطرق التجارية. يبقى عشان نحمي الطرق التجارية. حلو الكلام. عقد كل من مصر واثيوبيا والسودان اتفاقية 2015. ليه؟ قال لك لدعم وتنسيق التعاون بينهم. قال لك عندنا مصر والسودان وافريقيا. قال لك عقد اتفاقية قانون تنظيم استخدام المجاري المائية لأغراض غير ملاحية. ليه؟ قال لك طبعا للحفاظ على مياه
طبعا الانهار، يعني معنى ذلك ما ينفعش قال لك الانهار السفن تمشي في مياه ايه؟ ان لحفظ حقوق الاجيال القادمه. قال لك ارتفاع معدلات التبخر في البحيرات الاستوائيه ادى ذلك قله المياه التي تصل الى مصر. طب حلو الكلام. قال لك انشاء مصر خزان جبل الاولياء في السودان. قال لك ليه؟ النتيجه توليد الكهرباء. حلو. الموقع الاستراتيجي لقرطاجة قال لك ادى ذلك شرق وغرب البحر المتوسط، ادى ذلك ان هي سيطرت على الطرق التجاريه في البحر المتوسط. طب حلو الكلام. مكان مدينه تجاريه. ثنائيه المنبع لنهر النيل. ايوه عندي منبع موسمي ان هي هضبه الحبشه، وده المهم جدا لنهر النيل، وبتسقط الامطار في الصيف. اما عندي المنبع الدايم اللي هو منبع البحيرات الاستوائيه. حلو. قال لك قارن بين حضاره اكسوم وحضاره قرطاجه. حضاره اكسوم اول معلومه ان دي حضاره زراعيه. تاني حاجه حضاره قرطاجه حضاره تجاريه. طب حلو الكلام. قال لك حضاره اكسوم تقع شرق قاره افريقيا، دي تقع شمال قاره افريقيا، دي تقع في دوله اثيوبيا، دي تقع في دوله تونس. حلو الكلام. دي كان عندها معادن، وكان عندها قال لك كان عندها معادن وكانت تعمل بجانب التجاره. اما النشاط الاساسي لحضاره قرطاجه كانت التجاره بس، ما كانش فيه زراعه، ما كانش فيه الا نشاط اقتصادي اللي هو التجاره. حلو. قال لك عندنا كده تكون الوحده الاولى معانا خلصت. الدرس الاول اتشرح ونزل، والدرس الثاني اتشرح ونزل، والدرس الثالث باذن الله. كده الوحده الاولى معاك كامله متكامله، يعني امتحان الشهر معاك وانت مطمن. هتستنى مني فيديو واحد بوصف كده صغير، هتلاقيه برضه على القناه على اليوتيوب لمم لك الوحده كلها باهم الاسئله، باهم ما النتائج، باهم ما تفسر، اهم المقاصد، وبرضه هتلاقي فيديو الحل بتاع قال لك مراجعه الوحده الاولى. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.